لو فرن البوتاجاز بتطفي يبقى الحل ايه؟ مساء الخير عليكم. تعالوا نشوف لو عندنا بوتاجاز وبنيجي نشغل الفرن، سواء كان الفرن لوحدها او الفرن والشوايه الاتنين مع بعض في وقت واحد، فده يرجع اولا اذا كان البوتاجاز بيشتغل شوايه وفرن مع بعض، ده لازم طبعا يشتغل والفرن الباب مقفول والشوايه والباب مقفول. ما ينفعش يتساب مفتوح الاتنين يبقوا شغالين مع بعض، او الشوايه لوحدها او الفرن لوحده ونيجي نطفي نقفل الباب. ما ينفعش كده خالص. بالنسبه للبوتاجاز اللي فيه حساس امام فوق في الشعلات فوق، لازم يبقى فيه امام في الفرن والشوايه. الفرن والشوايه ممكن لما باجي اشغلهم بيطفوا احيانا على طول. مجرد ما انا افتح الشعله واجي اشغل الفرن، مجرد ما الاقيها اشتغلت بروح شايل ايدي من على المفتاح اقفل الباب واقول دي خلاص اشتغلت. ده كده بيبقى غلط جدا. عشان كده بعديها ببص بلاقي ان الشعله مش شغاله بتاعه الفرن والغاز بيتسرب على الفاضي، وده يبقى غلط كبير قوي قوي قوي. لازم عشان اسيب الفرن شغاله واتاكد ان شعله الفرن شغاله، لازم بشغل الشعله بتاعه الفرن سواء كانت اشعال ذاتي او كبريت. بتكه على الزرار بتاع الفرن لما اجي اشغله، ادي اهو، ادي الزرار اهو، انا بشغل كده اهو تمام، واولع الشعله بتاعه الفرن بتشتغل تمام. لما اجي اشيل ايدي سنه سنه بالراحه كده اهو، انا كده سبتها كده شغاله. لكن لو انا الفرن جيت اشغلها، ادي الفرن بشغل كده اهو تمام، ورحت عامل كده، لا كده غلط. كده الفرن هتطفي الشعله، وكده يبقى الغاز شغال بيسرب على الفاضي بس النار اتطفت. ليه؟ لانه في حساس امان موجود في الفرن او في الشوايه. ده مجرد لانه بيقول لك ان ممكن يبقى في طفل او حد ساب الزرار، عمل الزرار كده ومشي، ده كده بيسرب غاز. فعشان كده الشعله بتطفي للامان، بيفصل الغاز. لو هو ما فيهوش امان يبقى كده بالسلامه، كده الشعله اتطفت ويفضل يسرب غاز. لكن زي ما انا قلت ان انا لما اجي اشغل الفرن، ادي الزرار اهو بجيبه على اي درجه انا عايزها وافضل متك عليه لجوه اهو، انا متك عليه لجوه والفرن شغاله. الفرن شغاله كده زي ما افضل متك كده، وبعدين اروح شايل ايدي سنه 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 كده اهو، زي دبرياج العربيه بالظبط. لما اجي ادوس واشيل رجلي سنه سنه بالظبط، هو نفس النظام ده بيتعمل في الفرن والشوايه. فلازم ناخد بالنا من المعلومه دي، مهمه جدا عشان الشعله ما تطفيش وعشان ما يسربش غاز. لازم اشيل ايدي من على المفتاح واحده واحده. اعملوا اشتراك ولايك في القناه، وانتظروني الفيديو الجاي ان شاء الله. هنقول